افتح. انا عايزك بس تتحكم في ده كويس. طالما عرفت تتحكم في ده انت كده بقت كل حاجة ايزي وكله هيجي مع الوقت. لفة واحدة واجي واخد الجزء ده واجي رابط. لفة واحدة كمان واجي واخد الجزء ده واجي رابط. بالمشرط اللي احنا كنا متفقين عليه ومعانا من البداية هتسيب حوالي ربع سنتي مسافة كده وهنقطع من هنا. كده أول غرزة تمت بنجاح. لو ما تعلمتش من أول غرزة تعالى بقى نعلمك من تاني غرزة. نفس النظام يا شباب، هسيب ربع السن وهمسك من هنا كده. المسافة بقى يا شباب قد ايه اللي انا هسيبها ما بين الغرزة والغرزة؟ مش كتير، خصوصا ان الخيط اللي معاك رفيع. لما يكون الخيط اللي معاك رفيع حاول ما تسيبش مسافة كبيرة. يعني زي ما احنا هنعمل كده بالظبط. تمسك المنطقة دي كده بالجفت وهتدخل وتطلع، تفتح، تسحب، نسيب 3 سم يا شباب زي ما اتفقنا، ونمسك المسكة بتاعتنا هنسيب ربع. نفس النظام من قصادها كده واطلع، افتح، اسحب السن بتاعي. نيجي لللفة بقى يا شباب، لفة 2، واخد الطرف ده كده واشد. الشدة بتاعتي ولا اللي هي قوية خالص فتقطع الجلد ولا اللي هي سايبة خالص فالجرح يفك مني. واحدة كمان، تالتة، كده تمام. أول لفة يا شباب بلف 2، 1 2. اللفة التانية واحدة، اللفة التالتة برضو واحدة. أسيب مسافة وأقطع. أول غرزة هتعملها زي تاني غرزة، تالت غرزة، لحد ما تقفل الجرح بتاعك كله للآخر. هي دي كل عملية الغرز يا شباب، حاجة بسيطة جدا. ولو الإيدجز دي يا شباب ودي قريبين من بعض ممكن تاخدهم الاتنين في كيرف واحد، مفيش أي مشكلة. المهم إنك تعرف الطريقة نفسها وبعد كده أنت هتلاقي نفسك يعني في إبداع فيها. نسحب، نخلي 3 سنتي بس، لفة 2، واخد الطرف ده، لفة واحدة، لفة تانية، تالت غرزة خلصت معانا. نسيب مسافة يا شباب ونقطع. نمسك من هنا كده الجزء اللي قصادها، تطلع، تفتح،